هونداي ماتريس 2006. العربية اوتوماتيك، رشة من بره ما عدا السقف. سقف العربية فابريكا، دواخل العربية فابريكا بالكامل. العربية اوتوماتيك اصلي، فيها رخصة سنتين. مرور السويس فيها رخصة سنتين. عربية ممتازة جدا. عربية مفيهاش رش نهائي من الداخل، مفيهاش اي مشكلة من الداخل. اوتوماتيك اصلي، عربية ممتازة. العربية دي مصروف عليها من الألف للياء. صاحبها مركب لها كاوتش زي ما قدام حضراتكم، 4 فرق كاوتش، يعني متركبين بقالهم 4-5 شهور زي على كلام صاحبها. وافحص العربية كويس جدا في أي مكان معتمد. طبعا سقف العربية مكلح عشان العربية سقفها فابريكا، دهان فابريكا، ودي أهم حاجة في العربية، إن العربية سقف الفابريكا أو رشة بس الجناب ما عدا السقف. أدي حالة الكاوتش الخلفي. حالة الكاوتش الخلفي تقدر تقول عليه 85%. بسم الله ما شاء الله. العربية بفرش الفابريكا. العربية فيها توكيلين. نرجع بقى لرخصة العربية. ورخصة العربية في سيرية لمدة سنتين. رخصة العربية سيرية لمدة سنتين. مرور السويس زي ما أنا أكدت. أوتوماتيك أصلي. عربية فرش فابريكا. حالة الطابلون تقدر تقول عليه يعني فوق الممتاز. فرش الفابريكا. بسم الله ما شاء الله. برضو الكاوتش اللي قدام تقدر تقول عليه 85%. زي على كلام صاحبها ان العربية دي ممتازة جدا. عربية بسم الله ما شاء الله. عربية اقتصادية تنفع عائلية جدا. عربية. واخيرا سعر العربية 480. ده لسه سعر مبدئي. من عربية اسبرانزا تيجو موديل 2011. العربية دي فتيس مانوال. العربية دي فيها رش في الجناب. مرمات خفيفة جدا في الجناب، بعض الأجزاء وأجزاء لأ. هنا كده مفيش أي حاجة، مفيش أي رش نهائي. هي رشة بس الحزام اللي تحت الكبوت برضو فابريكا. بص هنا كده في برضو رش، هنا برضو تحت، يعني هي رشة حزام عشان خاطر بس الصدى والبرومة. بس ده على كلام صاحبها، طبعا ده على كلام صاحب. بعد كده في هنا رش. بأكد لك برضو، بجيب لك كل حاجة في العربية. بجيب لك كل حاجة في العربية. يعتبر مرمات للشكل الجمالي بتاع العربية. هي رشة البيبان من مسروعة من تحت مع رفرفين. العربية دي نمر الزقازيق، فيها رخصة سنتين. ركز جدا في التفاصيل اللي انا بقولها. فيها رخصة سنتين. العربية دي برضو فيها توكيل واحد، يعني اللي هيشتري هيبقى تاني توكيل. عداد 145,000 على العداد. برضو نشوف حالة الكاوتش الامام. ادي كده حالة الكاوتش الخلفي. ونشوف برضو صالون العربية. 4 ازاز كهرباء. فرش الفابريكا. ادي كده حالة الطابلون برضو تقول عليها فوق الممتاز. اوتوماتيك. عربية اوتوماتيك. فرش جلد على الكراسي. وبرضو حالة الكاوتش الأمامي برضو فوق الممتاز. برضو تقدر تقول عليه 85%. عربية ممتازة، عربية اقتصادية موفرة جدا في البنزين. من العربية تيجو، مش محتاج ان انا اتكلم على تيجو ياما. اخيرا وصلنا سعر العربية 350 بس فيها انخفاض في السعر. جايب لك النهارده جيني موديل 2019 بس ملحق 2020 ومكتوبه برضه في الرخصه 2020. نيجي بقى لحاله العربيه. وحاله العربيه فيها رش في من الخارج. فيها رش من الخارج. مرمات بعض الجناب، يعني في الجناب فقط لا غير. فيها بعض المرمات. نمر القلوبيه فيها رخصه سنه. العربيه دي رشه الجنبين، في الداير، في الرفف اللي ورا. يعني انا بحثت وكشفت على العربيه في الداير وبرضه في الرفف اللي ورا، يعني حاجات كده مرمات خفيفه للجمال فقط. ده على كلام صاحبها. وفحص العربيه في كويس جدا في اي مكان معتمد. صاحبها مش ممانع كشف في اي مكان. ادي كده حاله العربيه. ونبص برضه على حاله الكاوتش الخلفي. حاله الكاوتش الخلفي تقدر تقول عليه 85%. يا عم انت مصمم على 85%، ماشي يا عم. حالة الصالون برضو يعني فوق الممتاز. وادي كده تحكم طارة، 4 ازاز كهرباء. ادي كده حالة الطابلون. وعداد العربية 90,000. وادي فرش العربية الفابريكا. عربية ممتازة، ملحق 2020 فوق الممتاز. عربية اقتصادية موفرة جدا في البنزين. تنفع برضو شغل، تدخلها اندرافر، تشتغل معاك طلبات، برضو تنفع عائلية. عربية ممتازة، مش محتاج ان انا اتكلم على العربية الجيلي دي كتير جدا. من العربيات الممتازة وبتطلب مني بشكل كبير جدا في السوق. ونزلنا السوق وجبتها لك النهاردة بسعر ممتاز جدا، مش محتاجة جنيه مصروف منك. واخيرا سعر العربية صاحبها بيتكلم هنا في 385,000 وده قابل للتفاوض. ده سعر لسه مبدئي. دايول سيتي من العربيات النظيفة جدا، ممكن تركبها. عربيات نظيفة جدا. السعرية بتاعتها متوسطة.
موديل 2006، عربية موديل 2006. والمميز بقى في العربية ان العربية حالتها ممتازة جدا، العربية حالتها فوق الممتازة. العربية دي رشة كلها من بره ما عدا السقف، سقف العربية فابريكا، داخل العربية فابريكا. وبرضه بنفحص العربية كويس جدا قدام حضراتكم في الفيديو. استنى الفيديو لحد النهاية عشان جايب لك عروض تانية كتير، وجايب لك عربيات بحالات ممتازة وبحالات مميزة. عشان بص كده، ادي كده الشنطة واخدها بعض ورنيش، يعني واخد بعض معجون، حاجة بسيطة جدا. ادي عندك السقف العربية فابريكا، ده واخد العربية فابريكا بالكامل. عربية نمر اكتوبر فيها رخصة سنة، عربية نمر اكتوبر فيها رخصة سنة. والمميز في العربية دي ان ما فيهاش توكيلات، ما فيهاش توكيلات من المالك مباشر. شوفوا برضو حتى الكاوتش الخلفي، حتى الكاوتش الخلفي فوق الممتاز. عربية ممتازة، عربية اقتصادية موفرة جدا في البنزين، فرش الفابريكا، 4 ازاز كهرباء، ادي كده حالة الصالون وحالة الكراسي فوق الممتاز. عربية كاملة بسم الله ما شاء الله، كل حاجة في العربية شغالة. ادي كده حالة الكاوتش الامامي، كل حاجة في العربية شغالة، مش محتاجة جنيه مصروف منك. واخيرا وصلنا سعر العربية، وسعر العربية صاحبها هنا بيتكلم في 390. السعر لسه سعر مبدئي، بس صاحبها بيقول لك دي حالة العربية، ودي حالة العربية انا ماسك في السعر ده شوية، لان حالة العربية نضيفة جدا، حالة العربية ممتازة جدا، يعني حافظ عليها ومش محتاجة جنيه مصروف منك، وانت شطارتك مع صاحب العربية. معانا عربية جيرو تيجو موديل 2017، العربية دي فابريكا بالكامل، ما فيهاش جرام بوهية، ما فيهاش جرام بوهية. ان العربية دي من الحالات المميزة ومن الحالات النادرة جدا ان الاكسدامات اصلا مش رشة، الاكسدامات ما فيهاش جرام بوهية. طبعا فيها بعض الخرابيش، طبعا فيها بعض الخرابيش، ودي حاجة مميزة. طبعا فيها حالات، يعني في حاجات كده كلاحة، وفي خرابيش ملحوظة تماما. ولما اخد عربية زي دي وانا عايز ارشها للتجميل، يعني للشكل، ارشها وانا واثق في العربية ان العربية دي ما فيهاش اي رش نهائي. عربية عالية، عربية اقتصادية، برضو موفرة في البنزين، عربية برضو لو عايز تبيعها بتتباع معاك في سهولة. عاملين عربيات ممتازة جدا، عربيات عالية، عربيات رايقة للناس الرايقة. والعربية فيها رخصة سنة، نمر القاهرة، عربية فيها رخصة سنة، نمر القاهرة. عدد العربية 220 على العداد. ادي كده حالة العربية فوق الممتاز. مكنة وفتيس وعفشة، مش محتاجين جنيه مصروف منك، العربية مش محتاجة جنيه مصروف منك. 4 ازاز كهرباء، ادي كده فرش الفابريكا بتاع العربية ممتازة فوق الممتاز. اركب يا باشا، مش محتاجة جنيه مصروف منك. وادي كده حالة الكاوتش الامامي 85%، حالة الكاوتش فوق الممتاز. من العربيات الرايقة جدا هي التيجو. كشف العربية في أي مكان معتمد، صاحبها مش ممانع كشف في أي مكان معتمد، هو عنده التقابلية إن أنت تكشف العربية كويس وتفحص العربية كويس، هو واثق في العربية إن العربية ما فيهاش أي حاجة ومش هتطلع فيها أي عيب إن شاء الله. واخيرا سعر العربية 520، ده قابل للتفاوض، ده لسه سعر مبدئي، وافحص العربية كويس جدا في أي مكان معتمد. جايب لك بقى عربية صغيرة جدا شيري، جايب لك عربية صغيرة جدا، وبرضه بتطلب مني في السوق، برضه بتطلب مني برضه في التعليقات. جايب لك النهارده بسعر ممتاز جدا، عربية رايقة، عربية موفرة جدا في البنزين، بس عيبها ان قطع غيارها مش متوفر للغاية، دي عيب العربية دي. بس برضه قطع غيارها برضه تلاقيها. العربية دي فيها شنط سبور، وعربية متدلعة على الآخر. لا مش بس كده، العربية دي مميزة في حالة واحدة، العربية دي فابريكا بره وجوه، العربية دي فابريكا بره وجوه، ما فيهاش جرام بويها نهائي. ونكشف كده برضو بالقلم، العربية دي فابريكا بره وجوه. ادي كده حالة العربية، حالة الباب الخلف والامام، بسم الله ما شاء الله. العربية دي بس فقط لا غير رشة الاكسدامين، ركز جدا في التفاصيل اللي انا بقول لك عليها. رشة الاكسدامين، حالة العربية كلها فابريكا بالكامل، ودي حاجة مميزة جدا وحاجة فوق الممتاز. عداد العربية 190، عداد العربية 190. ببص بفحص العربية، بص حتة في حتة، يعني حتة. بس انا شايف اللي هنا فيه ورنيش، يعني انا شايف في هنا ورنيش، شايف اللي هنا كده تحت خالص كده في ورنيش. وافحص العربية كويس جدا في اي مكان معتمد. العربية ممتازة، العربية دي فابريكا بره وجوه، ما عدا في بعض اجزاء بسيطة جدا من الحرف بس صاحبها ما قالناش عليها. وافحص العربية كويس جدا قبل الجدية. العربيات دي فيها بعض الخرابيش، وطبعا دي حاجة مميزة، ودي طبعا حاجة طبيعية. ادي كده 4 ازاز كهرباء، ادي كده حالة الطبلون، حالة فرش العربية دي موديل 2004. العربية دي فيها جانت سبورت ومتدلعة، عربية رايقة. العربية دي فابريكا بره وجوه، بس كل الأجزاء يعني كل الأجزاء مش مرشوشة، يعني في جزء بسيط خالص من اللي تحت، جزء بسيط خالص مسروق.
واخيرا وصلنا سعر العربية، وسعر العربية صاحبها هنا بيتكلم لحد ال 135، والفايدة بتاعت العربية 130. وكده وصلنا لحد نهاية الفيديو. الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عايز عربية أي نوع اكتب لي في